سيتم الفحص عن استيراد النفط الملوث إلى نيجيريا. نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال. تشيلسي يفلت من الهلال بصعوبة ويتأهل إلى النهائي. تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام في يوم الأربعاء 9 من شهر رجب عام 1443 الموافق ب10 من شهر فبراير عام 2022. سيتم الفحص عن استيراد النفط الملوث إلى نيجيريا، فالحكومة الفيدرالية النيجيرية سوف تقوم بتشكيل لجنة عن سبب استيراد النفط الملوث والمسؤول عن ذلك. فوزير النفط الثاني تيمفايا سيلبا هو الذي أفاد بذلك في المؤتمر الصحفي الذي انعقده بعد جلسة مع مجلس النواب النيجيري عن المشكلة. مع أن الوزير لم يصرح عن أسماء المسؤولين عن استيراد هذا النفط الملوث، إلا أنه أكد بأن ذلك سيأتي في حينه، أي حينما تم جمع البيانات عن سبب المشكلة. وأضاف: ستقوم الحكومة بالبحث عن جمع البيانات عن المشكلة. نحتاج إلى كل الأشياء المتعلقة بذلك. فأفراد نيجيريا يعانون من استعمال النفط الملوث في مراكبهم، أضف إلى طابور طويل بسبب قلة النفط في المحطات. إلا أن المتحدث باسم قسم الأعمال في الشركة النيجيرية الوطنية للبترول أفاد عن سبب وجود طابور إضافي في الدولة والحل لاقتصارها عن قريب. ومما يذكر فإن الحكومة النيجيرية أكدت باكتشاف هذه المشكلة منذ يوم الثلاثاء الماضي على يد مالم فاروق أحمد. وأضاف: نقوم بالتحقيق عن اكتشاف الشركة التي استوردت هذا النفط الملوث الذي كثر فيه المواد الكيماوية ميثلون الذي بلغ عدده 30,000 خبزران، سنقاضيه أمام المحكمة. كما أكدت الشركة النيجيرية الوطنية للبترول بأنها ستتخذ قراراً مناسباً على الشركات المسؤولة عن استيراد النفط الملوث. قتل المسلحون رئيس الشرطة في ولاية كاشينا نيجيريا. قتل المسلحون رئيس الشرطة عندما قاموا بأعمالهم الإرهابية في محافظة جيبيا بولاية كاشينا في قطاع مغاما. وقد أفاد أبو بكر مغاجي وهو واحد من سكان مغاما عندما اتصل به الفقيد بارحة أمس الحاج هاليرو كي يخبره بوجود المسلحين في القرية. وبعد ذلك اتصلوا بمنزله واحتفظوا زوجته وأخذوا كمية بالغة من المال. تبادل المسلحون برجال الشرطة، ومن هنا أطلقوا النار على رئيس الشرطة رانو وقتلوه معه واحد من العسكريين، وجرحوا عسكرا واحدا. تستمعون إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة عرب هوسة، ويمكنكم متابعتنا عبر الشبكة التواصلية www.arabhausatv.com. ونرحب بكل اقتراحاتكم. فاصل قصير، نعود بعد قليل. شركة معتكافة للعطور هي شركة التي تأتيكم بعطور مختلفة من السعودية. شركة معتكافة شركة معروفة بعطور مختلفة من المملكة العربية السعودية. عندهم عطور للرجال والنساء وملطف الجو وعود. عطور شركة معتكافة عطور تناسبكم جميعا. إذا بخختم عطور معتكافة يدوم طويلا في المكان. استعملوا عطور معتكافة، ويمكن للمحتاج إلى بضائعنا الاتصال بنا إلى الرقم التالي 080-93-93-9396 للرسالة القصيرة وفي الواتساب. ويمكنكم الحصول إلى بضائعنا في المحل شارع جدي كوت رود بالقرب من يهوذا السويا. هذا الإعلان من مدير شركة معتكافة للعطور. معتكافة للعطور من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم من جديد.
سننتقل إلى أخبار الرياضة مع أبي هشام. شيء وحيد فقط سيجعل باريس سان جيرمان مثل ريال مدريد وبرشلونة. ذكرت صحيفة ماركا المدريدية إن المدينة الرياضية المستقبلية لباريس سان جيرمان تتراوح قيمتها بين 250 و 300 مليون يورو، وهي مستوحاة إلى حد كبير من الفالديباس المدينة الرياضية لريال مدريد. باريس سان جيرمان منهوم بشدة ببرشلونة وريال مدريد بسبب نجاحاتهما الرياضية، ويريد تكرار نجاحاتهما، ولكن من أجل ذلك سيحتاج لظهور فريق يستثمر بشكل ضخم في فرنسا لينافسه ويجعل الدور الفرنسي مثير، ولكن أن يصبح باريس بمفرده هناك أمر سيضره ولن يفيده. وفي جانب تشيلسي يفلت من الهلال بصعوبة ويتأهل إلى النهائي. سجل تشيلسي بأوروبا هدفا في الشوط الأول ليفوز 1-0 بصعوبة على الهلال بطل آسيا ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء في أبو ظبي. وهز روميلو لوكاكو الشبكة بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميرسا البرازيلي بطل كأس ليترنادوسي لأندية أمريكا الجنوبية. وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي موسى ماريغا ومحمد كانو من التسجيل بتدخلات جيدة، لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل ليكتفي باللعب على المراكز الثالث أمام الأهلي المصري بطل إفريقيا الذي خسر أمام بالميراس في المباراة الدوري قبل النهائي الأولى يوم الثلاثاء. أخبار الرياضة من عرب هوسا تي في. الساعة 14:10 بتوقيت مكة المكرمة، 13:10 بتوقيت جمهورية غانا وغرنيش. أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض إلقاء القبض على الأمين العام للحزب ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف. وقال المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي الأربعاء إن قوة أمنية ألقت القبض على عمر من داخل مقر الحزب جنوبي الخرطوم. يأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء القبض على القيادي في تحالف الحرية والتغيير ومقر لجنة إزالة التمكين السابق وجدي صالح بواسطة قوة أمنية. وكانت الحكومة الانتقالية قد شكلت لجنة لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة في عهد نظام الرئيس المعزول البشير، وهي اللجنة التي كان عمر. وأضاف إدريس أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى حركات ولجان مقاومة محلية، وهم محتجزون في سجن سوبا في الخرطوم. وأكد أن حوالي 2000 شخص اعتقلوا وأطلق سراحهم بكفالة مالية بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت إلى شوارع السودان احتجاجا على الانقلاب. وخرج آلاف السودانيين الاثنين الماضي في مظاهرات ضد الحكم العسكري في الخرطوم ومدن رئيسية أخرى، معربين عن قلقهم
إزاع عودة وجوه قديمة من عهد الرئيس المخلوع البشير إلى مناصب حكومة مهمة. الدبيبة شارك مساء الأربعاء في المظاهرات التي دعا إليها والتي خرج لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وأفادت مصادر محلية متطابقة ومقتربة من رئيس الحكومة بأن مجهولين أطلقوا الرصاص بصفقة مباشرة على سيارة الدبيبة أثناء عودته إلى منزله دون أن يتعرض لأي أذى. إلى ذلك أتى هذا الحادث قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان التي ستظهر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وهي خطوة يرفضها الدبيبة الذي أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا. يذكر أن الدبيبة كان يشارك مساء الأربعاء في المظاهرات التي دعا إليها والتي خرجت لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تمجيد المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت شعار لا تمديد ونعم للانتخابات. والثلاثاء أعلن الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للأفراد بالمشهد والعبث بالبلاد، ويستقبل الشعب مرة أخرى، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكدا أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات. في مثل هذا اليوم عام 1258 سقوط بغداد في أيادي المغول وانتهاء الخلافة العباسية. وفي عام 1972 انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 1982 تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الصفقة الغربية وقطاع غزة والشتات، وتغيير اسم الحزب لاحقا ليكون حزب الشعب الفلسطيني. وفي عام 2005 أول انتخابات بلدية تقام في السعودية. وفي عام 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه لصلاحيته لنائبه عمر سليمان، وتعديل 5 مواد دستورية، وإلغاء مدة سادسة من الدستور، وتقديم الأعذار لأسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية. وإليكم أهم الأنباء. كما سمعتم، سيتم الفحص عن استيراد النفط الملوث إلى نيجيريا، نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال، تشيلسي يفلت من الهلال بصعوبة ويتأهل إلى النهائي. ومن حكمتنا اليوم: لكل حي أجل، كومي ينادى الوكتشنسا. وإلى اللقاء.